السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، صدقة العاطفة. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: رأيت ابنتي تأخذ قليلا من الطعام من الفاصولياء والأرز وتضعه على صينية من نحاس، وأضافت إليه قليلا من الباذنجان والخيار وحبات من المشمش، وهمت خارجة من البيت. فسألتها باستغراب: لمن هذا؟ فقالت: إنه للحارس، فقد أمرتني جدتي بذلك. فقلت لها: أحضري بعض الصحون، وضعي كل حاجة في صحن، ورتبي الصينية، وأضيفي كأس ماء وملعقة وسكينة. ففعلت ذلك ثم ذهبت، وعند عودتها سألتني: لماذا قلت لي أن أفعل ذلك؟ فقلت لها: يا بنيتي، إن الطعام صدقة المال، وأما الترتيب فهو صدقة العاطفة، فالأول يملأ البطن والثاني يملأ القلب. والأول يشعر الحارس أنه متسول أرسلنا له بقايا الطعام، وأما الثاني يشعر أنه صديق قريب أو ضيف كريم. فهناك فرق كبير بين عطاء المال وعطاء الروح، وهذا أعظم عند الله وعند الفقير. لذلك فليكن إحسانكم أيها الإخوة ملفوفا بكرم ومحبة، لا بذل ومهانة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.